كتير مننا من كتر الضغوطات الاقتصادية اللي هو عايش فيها بينسى انه يشكر ربنا على النعم اللي هو غرقان فيها. احنا فعلا ربنا سبحانه وتعالى مغرقنا نعم، لكن من الضغوطات اللي علينا بننسى ان احنا في نعم وبننسى نشكر ربنا على النعم دي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من اصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يعني دي نعم، ايوه نعم، الامن نعمه، وقوت اليوم نعمه، والصحه نعمه، ونعم كتير جدا جدا عندنا. لكن من كتر الضغوطات بقى الاقتصاديه والتفكير في المستقبل والتفكير في المصاريف والنفقات والحاجات الغاليه بننسى نشكر ربنا سبحانه وتعالى. وهنا مكمن خطوره شديد قوي. قال الله عز وجل: واذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اخسر النعم اللي انا غرقان فيها بسبب ان انا ما بشكرش ربنا عليها، وانا مركز عيني بس على الضغوطات الاقتصاديه اللي انا فيها والحاجات اللي مش قادر احصلها والنفقات اللي مش قادر اصرفها، وواقع في مشكله برضو كبيره، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا الى من هو اعلى منكم في الدنيا ولكن انظروا الى من هو اقل منكم فانه احرى الا تزدروا نعمه الله عليكم. عمال ابص على اللي عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا وانا ما عنديش، فمستقل نعمه ربنا عليا وبالتالي ما بشكرهاش. فده خطوره جامده ان انا ممكن احرم من النعمه ديت بسبب عدم شكر ربنا. ايه المطلوب؟ اشكر ربنا وخلي لسانك دايما رطبا بحمد الله سبحانه وتعالى، وقلبك ممتلئ بحمد الله عز وجل على النعم، واشتغل وابذل في تحصيل نعم كتير ودفع الشر عن نفسك بقدر ما تستطيع. لكن اوعى تنسى تشكر ربنا على النعم اللي ربنا اداها لك ومغرقك فيها. قال الله عز وجل: واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه. وقال الله تبارك وتعالى: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. اشكر ربنا واملأ قلبك بحمد الله عز وجل عشان يزيدك نعم تانية.